والكبده عملت ايه؟ اكلت حته صغيره من الهواء. واكلت حته صغيره من الكبد بتاعها. ايه اللي خلاك يعني اكلت حته من الكبد ليه؟ قضية النهاردة تنفع تكون فيلم رعب من اللي حصل فيها، والطبيعي في أي قضية إنك تتعاطف مع المجني عليه، بس في واقعة النهاردة ده مش هيحصل. رفاعي روبي أحمد 33 سنة، بائع متجول بياع شنطة. عيلته متكونة من أبوه وأمه، الأب 65 سنة والأم 60 سنة، وعنده 3 إخوات تانيين. محمد روبي 27 سنة أهوجي، أحمد روبي 25 سنة أهوجي، مصطفى روبي 21 سنة عامل معمار. ده غير فيه 3 بنات تانيين، واحدة متجوزة و2 لسه ما اتجوزوش، الصغيرة 17 سنة والكبيرة 30 سنة. رفاعي وإخواته للأسف وبسبب سوء التربية، ده غير الوسط والبيئة اللي نشأوا فيها، كانوا بيشربوا كل أنواع المخدرات، حشيش، برشام، خمرة، كل اللي بيجي قدامهم ما بيقولوش لا. وبسبب ده كانوا بيعيشوا في فقر والمعيشة على القد، بسبب إن أغلب فلوسهم رايحة على الكيف. عايشين في منطقة عشوائية فقيرة. رفاعي ومحمد وأحمد متجوزين وعايشين بره البيت، قاعدين في شقق بالإيجار بجوار بيت أبوهم، وبيت أبوهم مساحته مش كبيرة، عبارة عن دورين. الأخ الأصغر مصطفى متجوز وعايش في الدور الأول، والأب والأم والاتنين بنات عايشين في الدور التاني. كل يومين أو 3 أيام كل واحد من الإخوات يجيب الكيف بتاعه ويتجمعوا عند الأخ الأصغر مصطفى في الدور الأول في بيت أبوهم، ويعملوا بقى قعدة لشرب وتعاطي الكيف. مصطفى كان بيطلع مراته وأولاده فوق عند أبوه وهم بيضربوا، وكانوا بيعملوا ده بدون علم الأب، أو غالبا كان عارف ومطنش. رفاعي بياع سريح، بينزل أسواق أشكال وألوان، وبيتعرف على ناس كتير برضو أشكال وألوان، لحد ما في يوم اتعرف على شخص اسمه محمود. وبما إن الطيور على أشكالها تقع، فمحمود كان من نفس طينة رفاعي بل أسوأ، برضو بتاع كيف، ده غير إن عليه قضايا مخدرات وسلاح. اسمه محمود مهدي محمد منسي، من قرية صغيرة تابعة لمركز اتصال الفيوم. لما كان لسه شاب وفي مقتبل الحياة ولسه بيشق طريقه، اتعرف على أصحاب السوق وعرف طريق الجريمة، وكان بيتعاطى المخدرات، ده غير تجارته في السلاح. لحد ما في يوم كان رايح هو والشلة بتاعته في عملية هيسلموا حتتين سلاح بالليل في أحد المناطق الصحراوية. الشرطة كان عندها إخبارية بالعملية دي علشان أحد المرشدين بلغ عنها، فتم عمل كمين ليهم علشان يقبضوا عليهم. ومن حسن حظ محمود إن لما الشرطة هجمت قدر يهرب منهم، وقدر يدخل في منطقة جبلية واختفى عن الأنظار. باقي التشكيل تم القبض عليه، وطبعا اعترفوا بكل حاجة وعن كل عناصر التشكيل، واعترفوا على محمود. تم احالتهم للمحاكمة الجنائية، وصدر حكم المحكمة بالسجن 10 سنوات عليهم، وغيابيا بالسجن 10 سنوات على محمود. محمود طول الفترة دي كان مستخبي، ولما عرف انه اتحكم عليه غيابيا ب10 سنين، قرر بقى انه لازم يسيب الفيوم كلها ويروح حتة تانية. محمود قرر انه يسافر عند اخته دي سيدة كبيرة في السن، كانت متزوجة وزوجها متوفي وعايشة لوحدها في الجيزة في مصر. محمود اتحرك وطلع على مصر وراح لاخته، وفضل مستخبي شويه، وبعد كده بدأ بقى يطلع ويلقط رزقه، لحد ما قابل رفاعي ونشأت ما بينهم علاقه صداقه، وكانوا بيبيعوا ويتاجروا مع بعض. والصداقه دي استمرت لمده 10 سنوات، هو يروح عنده وده يجي عنده، ويسهروا مع بعض ويشربوا مخدرات مع بعض. وطبعا رفاعي كان بيعزمه على قعدات الشرب واللي بيعملها مع اخواته في شقه مصطفى اللي في بيت ابوه. طبعا 10 سنين صداقه داخل وخارج من بيتهم، فشاف اخت رفاعي الصغيره وعجبته، طلبها من رفاعي وطلب انه يخطبها. رفاعي قال له طب يا صاحبي سيبني اعرض الموضوع على ابويا وامي وهم اللي هيقرروا. بس طبعا سيره محمود واخلاقه سابقاه والكل عارفها، ده عيل صايع بيشرب مخدرات ومسجل وعليه قضايا كمان. ايوه هو ما يتخيرش عن اخواتها ونفس الطينه، بس لما الاب بقى بيجي يجوز بنته بيبقى عايز لها واحد كويس علشان يطمن عليها، فالاب والام رفضوا. ولما محمود سأل رفاعي تاني، رفاعي قال له ان ابوه وامه رفضوا علشان البنت لسه صغيره ومش هيجوزوها دلوقتي، وهم عايزين يجوزوا اختها الكبيره الاول. والموضوع وقف لحد كده، والدنيا استمرت زي ما هي. محمود بيروح عند رفاعي ورفاعي بيروح عند محمود، ده غير قعدات الشرب بتاعه الكيف واللي كانوا بيعملوها عند مصطفى. رفاعي اخته الكبيره اسمها منار وصلت لسن 30 سنه، وفي الوسط ده بيعتبروا ان كده قطر الجواز فتها. فبدات بقى تبص لمحمود بصات كده، قال يعني عشان ياخد باله منها يمكن يجي يخطبها هي. فلما كان بيجي الشقه اللي تحت كانت بتتحجج بأي حجة عشان تنزل تجيب حاجة من بره، أو تقول لهم إنها هتنزل تنظف الشقة اللي تحت، أو تشوف إخواتها مثلا لو محتاجين حاجة ولا حاجة تعملها لهم، شرب، أكل، أي حاجة من الآخر كده. فكرت إنها ممكن تشغل محمود وتوقعه ويتجوزها. المهم بقى بدأ يبقى فيه نظرات متبادلة وإعجاب ومغازلة، وبدأت فيه قصة حب محمود ومنار.
ومحمود لما لقاها جايه سكه وراميه عليه قوي كده فقدر يوقعها في شباكه، وبقى يتقابلوا بقى بره ويخرجوا. بس بدل ما محمود يروح يخطبها ويطلب ايديها زي ما كانت هي عايزه وبتطلب منه على طول كل ما يتقابلوا، بس هو كان بيقول لها لسه الوقت المناسب ما جاش، طب شويه، لحد ما قدر انه يوقعها في المحظور. واجر شقه جنب بيت اخته وقدر يستدرج منار فيها، والموضوع اتطور ما بينهم وبداوا في ممارسه العلاقه المحرمه. وطول الوقت وهو كان بيسرح بيها انه هيجي ويخطبها، وكل شويه مواعيد ورا مواعيد وما بينفذش اي حاجه. العلاقه دي استمرت لمده 3 شهور عايشين مع بعض في الشقه بتاعته كالازواج، لحد ما الموضوع ريحته بدات تطلع والاب والام عرفوا كل حاجه. لما راحوا له قال لهم خلاص انا هتقدم واخطبها. قالوا له خطوبه ايه يا ابني؟ مفيش خطوبه، ده انت لازم تكتب عليها على طول علشان الناس والفضيحه. فهو قال لهم ماشي، واتفقوا انهم يروحوا للمأذون. وفعلا الاب جاب منار واتقابل على محمود وراحوا لمأذون جنب شقه محمود. المأذون خد من منار شهاده الميلاد بتاعتها اللي كانت جايباها معاها، وخد من الاب البطاقه الشخصيه بتاعته. لما سأل محمود بقى على البطاقه الشخصيه بتاعته، محمود قال له انا مش معايا بطاقه. قال له طب هات صوره البطاقه. قال له انا مش معايا صوره البطاقه. ابوه قال له امال يا ابني هنكتب ازاي؟ انت ما جبتش البطاقه معاك ليه؟ قال له اصل البطاقه بتاعتي ضايعه وانا لسه هطلع غيرها. المأذون في الوقت ده كان عايز يحل المشكله، فاقترح عليهم ان الزواج يكون عرفي لحد ما محمود يطلع البطاقه الشخصيه ويبقى ييجوا يوثقوا الجواز بعد كده. مش عارف هو المأذون اقترح كده ازاي او على اساس ايه، يمكن كان متفق مع محمود، الله اعلم. المهم المأذون قرا الصيغه بتاعت الجواز وتم الزواج عرفي بدون قسيمه رسميه. لما طلعوا من عند المأذون الاب قال لمحمود هتطلع البطاقه امتى علشان نكتب رسمي؟ قال له انه بصراحه هو مش هيقدر يطلع البطاقه دلوقتي عشان يكتب رسمي، وده عشان هو عليه قضيه ومحكوم عليه ب10 سنين سجن والحكم قرب يسقط، وهيبقى يطلع البطاقه بعد كده ويبقى يكتبه رسمي. الاب والام قالوا قدام كل الناس من الجيران واخواتها ان الجواز تم بين محمود ومنار، بس ما قالوش موضوع ان الجواز مش رسمي وان مفيش قسيمه، وما قالوش حتى لاخواتها على الموضوع ده. ومنار بالفعل راحت وتوجهت لمحمود وعاشت معاه في شقته. والايام مرت لحد ما في يوم منار كانت بايته يومين عند امها عشان كانت تعبانه شويه. لما رجعت البيت لمحمود اتفاجئت بقى من اللي شافته، لانها لقته جايب في البيت نسوان من اياهم ورقصوا وشربوا وكيف وقالبها مردغان. فهي اتخانقت معاه وشدوا مع بعض والصوت عالي وشتيمه، وقالت له لما انت راجل كده ما تروح تطلع البطاقه علشان نكتب رسمي. بس هو بقى مسكها ضربها ضرب شديد وشتيمه وقله ادب وتعدى عليها بكل حاجه، وقال لها مش هكتب ومش عايزك. وقال لها هو انت ست؟ انت مش مراتي اصلا، ده اهلك سابوك ليا من غير جواز، هو انت لو عندك كرامه كانوا عملوا كده؟ وطردها ورماها بره الشقه. على طول رجعت على بيت ابوها وعياط وصريخ وحكيت لهم على كل حاجه. والاب والام جابوا اخواتها وقالوا لهم مش هو ده اللي انتم صاحبينه؟ مش هو ده اللي بتدخلوه البيت وتشربوا مع بعض؟ شوفوا عمل ايه وقال لاختكم ايه. الاخوات اتصدموا من اللي عمله في منار، والصدمه الاكبر لما عرفوا انهم ما كانوش كاتبين رسمي وانهم كانوا قاعدين الفتره دي كلها مع بعض من غير جواز، ده من وجهه نظرهم يعني. واشتد غيظهم جدا من محمود. المصيبه بقى انهم عرفوا كمان انها حامل، فلازم يتجوزوا رسمي علشان يعرفوا يظبطوا الطفل اللي جاي ده. الاخوات بقى قعدوا مع بعض وقالوا انهم لازم يتصرفوا، وقرروا انهم لازم يجيبوا محمود ويغصبوه على كتب الكتاب من منار باي طريقه بقى. فالمهم عدى يومين، رفاعي بعت لمحمود وقال له يا عم يعني انت ما جيتش عشان نقعد مع بعض قعده حلوه ومزعل منار ليه يا عم؟ تعالى واحنا هنحل الموضوع ده وخدها معاك وانت مروح. محمود قال له ماشي هجيلك. وفعلا تاني يوم، وده كان يوم السبت الموافق 26/3/2022، محمود عدى على اخته وقال لها عايزه حاجه من بره اجيبها لك وانا جاي. قالت له لا انا مش محتاجه حاجه. قال لها انه رايح يقعد عند نسايبه شويه وهيرجع مراته وهو جاي. قالت له ماشي روح. محمود فعلا راح البيت عند حماه وقابل رفاعي واخواته في الدور الاول ونصبوا قعده الشرب، وقعدوا حوالي 2 أو 3 يشربوا بيره وحشيش وبرشام، كل انواع الزفت اللي بيشربوه. وفي وسط الكلام رفاعي بيقول له يا عم احنا عرفنا ان انت مش كاتب على البيت اختي، طب ينفع الكلام ده؟ انت لازم تكتب عليها رسمي وغصب عنك. قال له يا عم غصب عني ايه؟ من الاخر كده اختك ما تلزمنيش، اعتبرني طلقتها. قال له ايه طلقتها؟ انت بتقول ايه يا ابن التيت؟ هو انت بعد ما تاخد البيت وتنام معاها 3 أو 4 شهور تعمل كده وتقول لي ما تلزمنيش؟ ايه الكلام ده اللي كبر الموضوع بقى وخلى الكارثه تحصل؟ وبسبب ان الكيف ده بيخلي الشخص بيتكلم بتلقائيه وبقلب جامد وبدون تفكير، محمود قال لهم ان هو ما ضربهاش على ايديها وهي اللي جات له بمزاجها، ومن الاخر كده اللي عنده معزه يلمها. لما اخواتها بقى سمعوا الكلام ده الدنيا قامت واتقلبت، وعلى طول ضرب في محمود بالبنيات والشلاليت وقطعوا له هدومه، ده غير كمان انهم خلعوه كل ملابسه
وجابوا قاموس نوم احمر ولبسوه ليه وصوروه كمان بيه، والحركه دي بيعملوها في المناطق العشوائيه قال يعني عشان يذلوا الشخص ويقل منه، وكتفوه من ايديه ورجليه، ورفاعي جري على جوه جاب سكينه وبدون تفكير ضربه في بطنه بالسكين. وفي التحقيق بيقولوا انه كان بيلف السكينه وهي جوه بطنه علشان تقطع مصارين بطنه، واخواته الثلاثه التانيين بنفس الطريقه كل واحد استل سكينه وطعنه طعنه نافذه. هو خد 4 طعنات، 2 في الجنب و2 في البطن. المثير بقى ان بعد الضرب والطعن ده كله ما ماتش، وقعد طول الليل ولمده 9 ساعات ينازع الموت وينزف من كل حته، لحد ما رفاعي بقى قرر انه ينهي حياته، فطلبوا المصطفى انه يمسكه بالسكينه، قام بذبحه. الافظع بقى في اللي حصل بعد كده لانهم جابوا ساطور كبير ده غير السكاكين اللي كانت معاهم، وبداوا بقى في حفله التقطيع. راحوا شايلينه وحاطينه على الكنبه اللي في الصاله بتاعه الشقه، ورفاعي شق بطنه وقال في التحقيقات انه طلع الكبد بتاعه كله على حد كله من شده الغضب لانه داس على شرفهم. وفي الوقت ده الاب بينزل من فوق لما بيسمع خبط ورزع. لما دخل عليهم الشقه وشاف محمود بالمنظر ده وبطنه مفتوحه وعياله متجمعين حواليه، اتصدم من المنظر اللي شافه وطلع وهرب من بره البيت. بعد كده بقى بدأوا في التفكير في طريقة التخلص من الجثة. تتصور انهم فضلوا يقطعوا فيه لحد ما قطعوه في 15 كيس بلاستيك، ومصطفى ومحمد ورفاعي خدوا الاكياس دي وطلعوا بره في الشارع ووقفوا توك توك وقالوا له انه يوصلهم للكوبري بتاع ترعة المريوطية اللي في ابو النمرس. ولما سالهم على الاكياس اللي معاهم دي قالوا له انهم ذابحين خروف وعاملين الاكياس دي عشان هيوزعوها. كويس انه ما قالهمش هاتوا كيس منها يعني. وصلوا للمكان والتوك توك مشي، بدأوا بقى انهم يتخلصوا من الاكياس بسرعة، ومن كتر التوتر والاستعجال رموا الاكياس كلها، بس نسوا 3 اكياس جنب الترعة ما رموهاش. اخته محمود هدى لما عدى يوم واثنين وثلاثة ومحمود ما ظهرش ولا عدى عليها، فراحت له الشقة عشان تسأل عليه بس ما لقيتهوش. على طول اتوجهت لأسرة زوجته عشان تسأل عليه هناك. لما دخلت عندهم وطلعت فوق حست ان في حاجة مش طبيعية في البيت، الاب والاخوات مش موجودين، والام والبنات باين عليهم التوتر في الكلام، وكان ردهم ان محمود ما جالهمش خالص. طب ازاي وهو قال لها انه رايح يرجع مراته؟ على طول حست ان في حاجه مش طبيعيه وانهم عملوا حاجه في محمود، وبسرعه اتوجهت لقسم الشرطه وعملت بلاغ، واللي كان بتاريخ 30/3/2022 بتقول فيه ان شقيقها كان ذاهب لاهل زوجته وانه اختفى من ذلك الوقت، وانها بتتهم 7 افراد بقتله: روبي احمد ورفاعي احمد ومنى اللي هي ام الاولاد ومحمد روبي واحمد روبي ومصطفى روبي كلهم، واللي كانوا موجودين مع المجني عليه المتوفي الى رحمه الله. المباحث اتوجهت لمنزل عيلة رفاعي. لما دخلت الشقة اللي في الدور الأول وبدأت في التفتيش فعلا وجدت آثار تدل على إن في حاجة حصلت في المكان ده. عثروا على قميص نوم أحمر وعليه آثار دم، ده غير الأدوات اللي بيستخدموها في شرب المخدرات، ده غير ال3 سكاكين والساطور اللي لقوهم وعليهم آثار دماء. على طول المباحث قبضت على الأم والبنات وما خدوش وقت كتير، ومنارة اعترفت بكل حاجة وقالت إن إخواتها هم اللي خلصوا على محمود، وإن هي وأختها وأبوها وأمها ما عملوش أي حاجة. تم تكثيف التحريات لحد ما تم القبض على الإخوات ال4 واللي اعترفوا اعترافات تفصيلية عن الواقعة، وأرشدوا كمان عن مكان التخلص من الجثة. قوات الأمن لما توجهت للمكان ده وجدوا فعلا ال3 أكياس المتبقية. تم إجراء تحليل الDNA وتم التأكد من الأجزاء اللي موجودة في الأكياس دي تخص فعلا المجني عليه. تم إحالة الأشقاء ال4 للمحاكمة الجنائية. المثير بقى إنهم أثناء المحاكمة اعترف المتهم الأول رفاعي بأن هو اللي عمل كل حاجة، وكان بدافع الكرامة والشرف، لأن محمود خان العشرة وداس على شرف العيلة، وإن إخواته ما اشتركوش معاه في أي حاجة، وإنهم ما عملوش أي حاجة، وده طبعا علشان يشيل القضية لوحده. ولكن المحكمة ما خدتش بأي من هذا الاعتراف، وكان حكمها هو الإعدام شنقا على الإخوات ال4 عن تهم القتل المقترن بهتك العرض وتعاطي وحيازة المخدرات وحيازة سلاح أبيض ساطور و3 سكاكين. حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة كل من رفاعي روبي ومصطفى ومحمد وأحمد بالإعدام شنقا عما أسند إليهم ومصادر السلاح الأبيض المضبوط والزمات المصاريف الجنائية. رفعت الجلسة. قضية النهاردة بتقدم رسالة مهمة جدا، إن الطريق الخاطئ نهايته بتكون سيئة وكارثية، وأدينا شفنا الفاعلين والمجني عليه. واحد كان مسجل وعليه قضايا وكان بيشرب، وهما برضو الشرب والكيف كانوا واخدينه أسلوب حياة، ودي كانت نهايتهم. واحد مات والفاعلين لحبل المشنقة. ربنا يحفظنا جميعا من كل شر وربنا يلهمنا الصواب. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.